أنا متأسف جدا للألفاظ اللي أنا قلتها في الفيديو اللي أنا عملته ده من شوية عن المنتخب، ولكن أنا زي أي واحد مصري كان نفسه يفرح. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح الواحد. فأنا متأسف جدا على الألفاظ اللي اتقالت والحاجات اللي اتقالت دي كلها، ولكن يعني الواحد كان نفسه يفرح. يعني كانت قريبة مننا الحمد لله رب العالمين. ولكن بس عايز أقول حاجة، يعني إيه رأي المنظومة الفاشلة اللي إحنا دايرين فيها دي، اللي هي من 2010 لحد 2026 ما غيرتش من نفسها، ما طورتش من نفسها، ما عملتش أي حاجة جديدة، وإحنا زي ما إحنا بنلف في دايرة مغلقة، مش لاقيين ولا عارفين ولا فاهمين أصلا إحنا بنعمل إيه. سمك لبن تمرين، عندك دوري فاشل، عندك رابطة أندية فاشلة، اتحاد كرة فاشل، المنظومة كلها بلا استثناء من فشل لفشل، ومفيش أي جديد، مفيش أي جديد بيتعمل. الأندية كالعادة ناس عندها في قلب المنتخبات اللي كانت بتلعب ناس عندها 20 و25 و26 لاعب محترف، إلا احنا عندناش إلا 2 لعيبة. ليه الكلام ده؟ لأن احنا ببساطة شديدة من الأندية بتتجاشع في تمن اللعيبة اللي هي هتحترف. يعني أنا عندي لعيب مثلا عنده 16 سنة جاي له عقد احتراف من الهولولولو، فوديه امشيه. هو انت كده اساسا انت هتقعده عندك مش هتعمل بيه اي حاجه، يبقى مشيه، مش مشكله، مش هيفرق معايا في اي حاجه، امشيه. لكن احنا الحمد لله رب العالمين من فشل لفشل. فالحمد لله رب العالمين، يعني احنا كرهنا الكوره بسبب الفشل اللي بيحصل ده من 2010 لحد 2026، من فشل لفشل وهلم جرة، ولسه ما احناش عارفين الفشل هيروح لحد فين. الحمد لله رب العالمين.